بقيادة المدرب فوزي بنزرتي الترجي التونسي يحط الرحال في الاسكندرية لمواجهة أشبال المدير الفني حسام البدري. الترجي في أفضل أحواله بعد 4 مباريات 4 انتصارات في الدوري في مواجهة الأهلي الذي بدأ متعثرا مباريات الدوري الجديد عندما تعادل في خرجته الأولى. الأهلي بلباسه المعتاد الأحمر والأبيض على يسار الشاشة بشريف إكرامي في حراسة المرمى، أحمد فتحي على الجهة اليمنى، علي معلول سيكون على الجهة اليسرى، رامي ربيعة وسعد سمير في وسطية الدفاع، عبد الله السعيد خلفه عمرو السولية رفقة حسام عاشور، أجاي في الجهة اليسرى، أحمد الشيخ في الرواق الأيمن، ووليد أزارو اللاعب المغربي الصغير 21 سنة سيكون رأس الحربة في الخط الأمامي. والبحث أيضا عن أحمد الشيخ، ومن هنالك أجاي الكرة البينية وننطلق على الجهة اليمنى. كرة خطيرة للأهلي على الجهة اليمنى، توزيع ما زالت الخطورة أرضية والدفاع كرة من أروع ما يكون، لعبة رائعة من وليد أجارو على الجهة اليمنى، توغل ومرر الكرة على طبق لأحمد الشيخ، يفوت على أهلي المصري فرصة فتح مجال التسجيل في الدقيقة السادسة من انطلاقة المباراة. معز بن شريفية كان رائعا في هذا الصد، معز بن شريفية كان متميزا. شوف الانطلاقة على الجهة اليمنى، هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ الحكم المساعد هو اللي يقول. انطلاقة من وليد أزارو، التوزيع لأحمد الشيخ في وضعية سانحة في المرة الأولى ثم الثانية، ولكن معز بن شريفية قال له لا، أنا لها وأنا هنا، يقول بن شريفية. المباراة بدأت بقوة لحد الآن، المحاولات المصرية أخطر بكثير من عن طريق أحمد الشيخ. هيل الكرة والانطلاقة السريعة لصالح عناصر من النادي الأهلي، الكرة على الجهة اليمنى خطيرة لأزارو، ضرب جزاء. سيد الحكم اعلنها وصفرها وقالها وبطاقة صفراء، فعلها أزارو بذكاء كبير، لمس الكرة ودخل وراح مباشرة للمدافع التونسي، اضطره لارتكاب خطأ بهذا الشكل. البطاقة الصفراء وضربة الجزاء عند الدقيقة 10 من انطلاقة المباراة. صغير ولكنه ذكي وماهر، جرى في التغطية من أمام المدافع منتصر الطالبي الذي يتلقى البطاقة الصفراء وضربة الجزاء المستحقة والصحيحة والصريحة يعلنها حكم المباراة دون تردد، ودون تردد أيضا يخرج البطاقة الصفراء في وجه منتصر الطالبي. كم كنت ذكيا يا وليد أزارو في هذه اللعبة وفي هذه الكرة، كنت رائعا وجعلت المدافع يرتكب الخطأ. منتصر الطالبي هو اللي البطاقة صفراء وجول. هدف أول، الهدف الأول لنادي الأهلي عند الدقيقة 11 من عمر المباراة. منفذ ضربة الجزاء عبد الله السعيد صاحب الخبرة والتجربة في النادي الأهلي. يا لها من بداية بالنسبة للنادي الأهلي بهجمات معاكسة سريعة جدا بضربة جزاء. عبد الله السعيد يفتح مجال التسجيل للنادي الأهلي منطقيا، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب برج العرب لفريق الأهلي وجماهيره وعشاقه التي تأمل في عودة فريقها إلى الواجهة القارية الغائب عنها منذ سنوات، منذ سنة 2003. ربيعة مازال يغطي الكرة مع من فرجاني، التوزيع وتغطية دفاعية ما زالت الخطوبة رائعة التسديدة، والحكم المساعد يقول ضربة مرمى وليس ركنية وليس وضعية تسلل. كانت لقطة خطيرة جدا هذه تونسية من هنالك، التسديدة في التوزيع في شكل تسديدة. هنا كرة عبد الله السعيد في الزاوية اليمنى كانت من أروع ما يكون، بكل الجدارة وبكل ثقة في النفس تمكن من هز الشباك وفتح مجال التسجيل للنادي الأهلي. البينية اعتماد خطة التسلل على الجهة اليمنى، كرة خطيرة لصالح أحمد الشيخ. يا وليد أزارو، انت دخلت والكرة لم تدخل. لو تركت الكرة خلفك في اتجاه المهاجم أجايل كان أقرب إلى التسجيل. شوف اللعبة وخطة التسلل المعتمدة من جانب دفاع الترجي، لعبة ممتازة وانطلاقة من أحمد. لم يتمكن منها وليد أزارو، وإلا اللعبة كانت رائعة جدا والراسية أروع، ولكنه عشاق الأهلي حاضرين في مدرجات ملعب رادس بعد أسبوع. الركنية تنفذ من سياسي الفرجاني. جول، هدف التعديل لصالح الترجي.
الترجي التونسي. يا سلام، فعلها من وسجل هدف التعديل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. كرة مباغتة ثابتة رائعة جدا للترجي الذي يعود ويعدل النتيجة. هدف وزنه من ذهب تسجله في برج العرب في الإسكندرية. فعلها المهاجم الخنيسي أم من سجل هذا الهدف؟ نعم، طه ياسين الخنيسي يسجل هدف التعديل لصالح الترجي التونسي، مثلما فعلها أمام منتخب مصر مع منتخب تونس. هو يكررها مرة ثانية، يعدل النتيجة لفريق الترجي التونسي في وقت مهم ومهم جدا. يعدل النتيجة الترجي بعد ضغط كبير، بعد ردة فعل قوية على الهدف الذي سجله من قبل عبد الله السعيد. مقارنة بالترجي اللي يبني اللعب كان ينبغي. خطيرة الكرة هذه والتوغل مرة ثانية الخنيسي كاد يكررها ويفعلها. الصد الرائع من شريف إكرامي، كرات بينية خدوات 1 2 3 4 الخامسة عند أرجل طه ياسين الخنيسي. التسديدة بكل قوة والقوي هنا الحارس حم عاشور. هيدا أجاييه 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 بابا 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 كمان ترى يا جاي تمريرة من أروع ما يكون، كاد يأتي الجول. اللعبة ولا أروع من أجاي من هناك على الجهة اليسرى توغل ومرر لوليد أزار. وهل صفر الحكم شيئا ما؟ أجاي 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 لوليد بيسرى وليد. الكرة الزاحفة مرت على يسار معز بن شريفية. ضاع الجول وضاعت فرصة ثمينة للأهلي لإضافة هدف ثاني. واو يا جاي يا وليدة، ضاعت فرصة إضافة هدف ثاني. لقطة من أروع ما يكون وتلوغل من جونيور أجاي كان رائعا أمام صعبة لخليل الشمام وكذلك للفرجاني الساسي وللترجي، وصعبة على شريف إكرامي من هذا المكان من حوالي 25 متر في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. الشيء الجميل في كلا الفريقين أنهما يلعبان من دون عقدة، سواء الأهلي أمام الترجي وما أدراك بلاعبين شبان ومع ذلك يلعب من دون عقدة. الترجي كذلك يلعب لعب هجومي اليوم، لم يأتي إلى الإسكندرية من أجل البقاء في الخلف والتنفيذ. واو بابا جول 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 جول. وينك يا شريف يا إكرامي؟ جول، هدف مباغت. شريف إكرامي بين يديه ترك الكرة تدخل. جول ثاني للترجي التونسي عند الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة. كانت بين أحضانك وبين يديك يا شريف يا إكرامي. يعتذر لزملائه ويعتذر لجماهير الأهلي على هذا الجول من مخالفة نفذت في الدقيقة 25. الخطأ فادح مؤثر جدا وجاء في توقيت صعب وصعب جدا على الأهلي المصري في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني. غيلان الشعلالي فعلها وأشعلها وسجل جول ثاني. يا شريف يا إكرامي، حارس مرمى الأهلي لا يرتكب أخطاء مثل هذه، ولو أنه الخطأ وارد في لعبة كرة القدم، ولكن نظريا حارس مرمى الأهلي لا يرتكب أخطاء مثل هذه. حارس مرمى الأهلي لا يخطئ في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. حارس مرمى الأهلي لا يخطئ أمام الترجي التونسي، بل هناك أخطاء من أخطاء. تقولوا لي الشوط الثاني دخل في الشوط الثاني بكيفية أفضل. هاي الكرة الصعبة المقوصة الداخلة من هناك في اتجاه معز بن شريفية. كرة علي معلول في تنفيذ هذه المخالفة الصعبة كثير على دفاع الترجي. بصعوبة خرجها شمس الدين الدوادي والكرة في التماس مرة ثانية. يا شمس الدين ماذا أخرج كرة صعبة وخطيرة أخرجها، كانت مرة الدفاع يخرجها. كل عناصر الترجي في منطقتهم للدفاع عن عرينهم. خطأ آخر يقول حكم المباراة. كثرة الأخطاء من جانب عناصر الترجي وكثرة المحاولات من جانب عناصر النادي الأهلي في محاولة للعودة في النتيجة. طالب وليد سليمان تونسية في هذه الأثناء من عمر المباراة بعد هذه المخالفة من المتميز صالح جمعة. ولا لا جول 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 جول. جاء هدف التعديل في نهاية المطاف. يا سلام، هدف التعديل من قبل
من سجل هذا؟ نعم، مسجل الهدف هو وليد أزارو. فعلها وليد، الضغط يولد الانفجار في دفاع الترجي التونسي، الضغط يولد التعديل ويولد الأهداف. هكذا أزارو كان في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وسجل هدف التعديل لفريق الأهلي المصري بعد هذه المخالفة المنفذة ببراعة من صلاح جمعة. جول التعديل، 4 أهداف شاهدناها محظوظون الليلة في هذه المباراة، وهذه ال4 أهداف التي شاهدناها تعديل مستحق لحد الآن بعد الهدف الثاني للترجي، عند أنه أصلا ليس لديهم ما يخسرون. كرة مباراة كرة الأبها، ليس هناك وضعية تسلل تماما في هذه الكرة حسب الإعادة بالتصوير البطيء. وليد أزارو كان في المكان المناسب، من على الخط سجل الهدف الثاني وهدف التعديل. هنا فيه لمسة يد من غيلان الشعلالي. هاي الإعادة مرة ثانية، مسها بيده معز بن شريفية، كادت تدخل مر والدفاع يدخل وانطلاقة سريعة من هناك على الجهة اليمنى يسار عناصر النادي الأهلي. وليد أزارو 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 أزارو، يا وليد وفيق خطأ منك. يا وليد وفيق خطأ منك، معلش يحسب على صغر سنك، تلعب في الأهلي يا وليد، يحسب على الصغر. 20 ثانية من دخوله، أم سيحدث أمر آخر في هذه الكرة الصعبة؟ علي معلول يستعد لتنفيذ المخالفة، الحكم يأمر يا علي، ينفذها معلول، بابا 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 بابا، الدفاع بصعوبة يخرجها مرة ثانية، تسترجع مصرية، ضغط عالي، ما زالت الكرة على الجهة اليسرى، وضع التسلل انتهى حسام، التسديدة وجانبية. موجز كورة الآن توفر لكم موقع يحتوي على جميع الملخصات لجميع الدوريات الكبرى، الإسباني والإنجليزي والإيطالي ودوري الأبطال، وكذلك بث مباشر لجميع المباريات. لا تنسوا الاشتراك على الفيسبوك وتويتر.